بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الصفعة القوية التي وجهها مقتدى الصدر الزعيم العراقي الشيعي لقائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني. والآن في العراق تدور معركة تكسير العظام بين الشعب العراقي وإيران. إيران مصممة أن تستمر في احتلال العراق وسحقه، سنة شيعة كله. وحصلت مقابلة بينهما بالأمس حول تشكيل الحكومة وحول منصب رئيس الجمهورية، ومقتدى الصدر قال لهم اطلعوا بره، يعني أنتم فرس، ما علاقتكم بنا؟ أنتم بتستغلوا اسمنا وبتستغلوا اسم ذرية الحسن والحسين كي تستعبدونا، وإحنا أبناء الحسن والحسين. تعالوا نبدأ. أولا من قناة الجزيرة، قائد فيلق القدس الإيراني يلتقي مقتدى الصدر في النجف. قبله قال له احنا عاوزين نختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة تبع إيران. مقتدى رفض. بعدها مقتدى كتب على تويتر يعني ينتقد إيران وقال لها يا إيران لن أشكل حكومة تبعك. هنا حساب مقتدى الصدر كتب بسم الله تعالى لا شرقية، يعني الحكومة لن تكون إيرانية يعني، ولا غربية، يعني الحكومة لن تكون تابعة لأمريكا. طبعا الحكومة في كل الأحوال هتكون تابعة لأمريكا يعني، بس يكون عاملة لأمريكا فقط ولا مع إيران أيضا. وقال حكومة أغلبية وطنية، يعني حكومة خاصة بالشعب العراقي. التوقيع مقتدى الصدر 7 رجب 1443 هجرية، ووضع ختمه عليها. طيب احنا كي نفهم اللعبة، كل الأحزاب الشيعية الموالية لإيران في العراق خسرت في الانتخابات، والأحزاب الشيعية اللي هي ضد إيران فازت، اللي الشيعة صوتوا لها، لأن الشيعة العرب في العراق اتضح لهم أن إيران سرقتهم ونهبتهم وقامت مظاهرات واضطرابات، والناس كفرت بإيران، والإيرانيين نفسهم بدأوا يكفروا بالإسلام، لأنه الملل بتوع إيران بيقول لهم هذا هو الإسلام، اعطونا أموالكم وخلاص، وإحنا بنبيح لكم الزنا وكل حاجة مقابل تعطونا الأموال. كي نفهم اللعبة هنا نتائج الانتخابات العراقية. فحصل تحالف بين أكبر حزب شيعي فائز اللي هو حزب مقتدى الصدر مع الحزبين السنيين مع الحزب الكردي، فخلاص يشكلوا الحكومة ويشغلوا رئاسة الجمهورية. ولكن هذه الأحزاب سواء الحزب الشيعي أو الحزب السني، الحزبين السنيين أو الحزب الكردي، علاقتهم بإيران ليست جيدة، ليست سيئة لكن ليست جيدة. فأولا عندنا التيار الصدري بتاع مقتدى الصدر شيعي، وده أكبر حزب في البرلمان 73 مقعد، فعمل تحالف مع تحالف سنة اللي هو تحالف تقدم 38 مقعد، وعمل تحالف مع الحزب الكردستاني اللي هو بتاع مسعود البرزاني 33 مقعد، وعمل تحالف مع حزب سني آخر اسمه عزم 12 مقعد، وعندك في مسيحيين 5 مقاعد، وفي ناس من الشيعة منفصلة آخر. المهم الجماعة دول خلاص أغلبيتهم في البرلمان تمكنهم، تحالف شيعي سني كردي يمكنهم من اختيار رئيس الجمهورية ومن اختيار رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وكل حاجة. وكده إيران يعني خارجا أو يعني هيقل نفوذها. إيران اعترضت على نتائج الانتخابات كما شاهدنا، ونزلت الميليشيات المسلحة بتاعتها، وأرسلت للطائرات المسيرة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. المهم فاللعبة طبعا شغالة، وده جزء من الصراع اللي حصل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه هذه الكتلة او هذا التحالف قرر يرشح كردي رئيسا للعراق، وده التفاهم المعمول به اللي هو هوشيار زيباري. فإيران ماذا تفعل؟ انت عندك حزبين كرديين، حزب كردي علاقته قوية بالأمريكان، وحزب كردي علاقته قوية بإيران. هوشيار زيباري من الأكراد اللي علاقتهم قوية بالأمريكان، فإيران كلفت الحزب الكردي بتاعها يرفع قضية في المحكمة عند القضاة بتوعها يمنعوا ترشحه، فالقضاء أوقف بالفعل ترشحه. فهنا في قناة فرنسا 24 القضاء العراقي يعلق ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بسبب اتهامات بالفساد. ما كلنا فاسدون، هو مين مش فاسد في العراق يعني؟ وليلا أرسلوا قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني يقابل المقتدى ويقول له اخضع يا مقتدى. مقتدى رفض انه يخضع، ومعركة مقتدى ضد إيران معركة جدية ومعركة تكسير عظم. وهنأتي للسر. السر هو الإمام الذي في السرداب. هنا عشان نفهم اللي بيحصل، الأكراد في العراق هم مسلمين سنة، والأكراد مقسومين حزبين،
الحزب الأغلبية اللي هو بيضم أربيل ودهوك والمحافظات دي وهؤلاء حزب مسعود برزاني، وهذا حزب علاقته قوية بالأمريكان. وعندك حزب شيوعي علماني متطرف ده علاقته بإيران اللي هو حزب جلال طالباني، ولكن اللي بيمثلهم الآن برهم صالح رئيس الحكومة. وطبعا هو الحزب مع أمريكا ومع إيران، بس له علاقات قوية بإيران. فاللي هو محافظة السليمانية دي مناطق نفوذه. وكما نشاهد هنا إيران هو مجاور لإيران، فالنشاط الإيراني قوي جدا 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 في السليمانية، لدرجة إيران عاوزة تنشر المذهب الشيعي تمهيدا لاحتلال محافظة السليمانية في العراق. فالحزب اللي هو معقله في السليمانية هو اللي أوقف ترشيح مين؟ هوشيار زباري. وإيران عاوزة يجي الرئيس من الحزب الكردي الموالي له أو اللي علاقته قوية به. ده جزء من الصراع. طيب إيه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف إنه إحنا كما نعلم إنه الآن العراق يحكمها الشيعة. طيب الشيعة ماذا تقول؟ تقول إنه سيدنا علي بن أبي طالب كان أحق بالخلافة من أبو بكر وعمر. طيب وأنه المسلمين السنة الخلافة الراشدة اغتصبوا حق علي، خلاص ماتوا الخلافة الراشدة وانتهت، وسيدنا علي ولي الخلافة والحمد لله وأخذ حقه، والحسن ولي الخلافة ثم تركها وقال مش عاوزها، وسيدنا الحسين قتل استشهد رحمه الله رضي الله عنه. فالدولة الأموية الدولة العباسية إلى آخره. المهم يعني المظلومية، فكرة المظلومية الشيعية تقوم على أن المسلمين السنة بيمنعون ذرية الحسن والحسين من تولي الحكم. فمفروض أنه صدام كان مسلم سني، فالآن سقط حكم المسلمين السنة، فهيا اتفضلوا يا شيعة نصبوا أسرة الحسن والحسين أحفاد علي بن أبي طالب وأحفاد الحسن والحسين، نصبوهم أئمة وحكام. اللي كان يمنع هذا زي الدولة العثمانية سقطت، وصدام سقط، والحكم الهاشمي سقط، واتفضلوا هاتوا أحفاد الحسن والحسين. من أحفاد الحسين مقتدى الصدر قال أنا من أحفاد سيدنا الحسين وأنا مفروض أكون الإمام. قالوا له ولكن يا مقتدى أنت لم تدرس في الحوزة العلمية، ليس لديك شهادة. فمقتدى شد الرحال وذهب لإيران وجلس يدرس، وذهب لخامنئي وقال له ادي ايدك اقبلها، والراجل قاعد اهوت، وقال له وقعد يدرس بقى سنوات وسنوات. اعطوني شهاده اني اصبحت آية الله العظمى. هم عندهم بقى سيد وآية الله كذا. قالوا لن نعطيك شيئا. ولو تلاحظون ان آيات الله العظمى في ظل الدول التي يحكمها الشيعة كلهم ليسوا من أحفاد الحسن والحسين. يعني الآن في عملية اغتصاب للحكم من ذرية سيدنا علي وأهل البيت. يعني أنت سوريا كل ميليشيات إيران بتحاول تقول نحن نحارب من أجل أهل البيت. طب هل بشار من أهل البيت؟ لا. طب ممكن تعينوا رئيس لسوريا من أهل البيت؟ أو خدوا مقتدى الصدر عينه، يقول لك لا. طب العراق يا عم أنتوا الآن عراق الشيعة وتحكموها وأحزابكم شيعية وبرلمانكم شيعة، اتفضلوا اجعلوا رئيس العراق ورئيس الحكومة والوزراء من أهل البيت. إيران قالت لا. طب إيران خامنئي نفسه أنت من أهل البيت؟ لا. طب كل أحفاد علي بن أبي طالب وأحفاد الحسن والحسين رضي الله عنهم ما فهمش ولا واحد يصلح يكون آية الله العظمى؟ ده هنا اغتصاب للحكم، يعني هنا خروج عن قواعد المذهب الشيعي نفسه. فمقتدى الصدر فطن لهذا، ان الناس دي اللي بيضحكوا علينا، قاعدين تقولوا احنا بنحارب من اجل اهل البيت ومن اجل اهل البيت. طب ما انا هو من اهل البيت، مالكوا واقفين ضد ليه؟ قالوا لا 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 غير انت لن نسمح لك، ورفضوا. ولذلك هتجد كل الملالي في ظل الحكم الشيعي ليسوا من اهل البيت، وكأن اهل البيت مجموعة من الجهلة يعني. فمقتدى الصدر طبعا طلع وتحدث عن هذا الامر، فقال ايه بقى؟ هنا في التلفزيون الكردي المقتدى الصدر علاقتي متميزة مع الرئيس مسعود برزاني، هو مسعود برزاني حليف الكرد اهو، هنا مقتدى الصدر، ونيجيرفان برزاني ابنه صديقه، وأنا أغرد خارج السرب السياسي الشيعي. يعني أنا أغرد خارج السرب السياسي الإيراني، لأن إيران مغتصبة حقنا نحن أهل البيت. فهمنا العداء والمشكلة جاية منين؟ طيب إيران بقى بتحتج
وتقول له يا مقتدى ليس من حقك تحكم، لا أنت ولا أي واحد من أهل البيت. استخدم من أهل البيت وفق المفهوم الشيعي، يعني أي واحد من أحفاد فاطمة الزهراء لن نجعله يحكم. لماذا يا إيران؟ فإيران قالوا له لأنه الإمام الذي يستحق الحكم اللي هو الإمام المهدي هو نزل في هذا السرداب، ده سرداب مقدس هناك في العراق حاليا منذ 1200 سنة من عهد الدولة العباسية. وهذا الإمام المهدي هو نزل السرداب عندما ظهرت الدولة البويهية الشيعية. يعني تجد أن أئمة الشيعة دائما ظاهرين وموجودين على مسرح الأحداث عندما يكون المسلمين السنة يحكمون، بيشعروا بالأمان. علي بن أبي طالب موجود رضي الله عنه، الحسن والحسين، الإمام جعفر الصادق، كلهم أئمة مسلمين سنة، لكن الشعب له شيعة خلاص، كانوا موجودين وعايشين وتمام. أول ما ظهرت الدولة البويهية الشيعية سلموا أيها البويهيين الحكم لأهل البيت، ما أنتم عاملين دولة من أجل أهل البيت. فقالوا والله الإمام بقى اختفى في السرداب، متى سيخرج؟ الإمام لم يدخل السرداب حالا، فحالا الشيعة يحكمون العراق. اتفضلوا طلعوا لنا الإمام من السرداب عشان يحكم. قالوا لا، لن يحكم. إيران قالت إيه؟ المراجع بتوع إيران قالوا الإمام ده لن يظهر إلا لما يجري احتلال مكة. وفي بقى تفصيلات كتيرة عشان يحتلوا مكة عشان يعملوا إيه وكلام من هذا الإيه القبيل. فهمتوا القصة؟ ولذلك طبعا خطة إيران لاحتلال مكة والمدينة دي مسألة أساسية، وقالوا لابد لا نحتل مكة، ولما نحتل مكة هنستخرج جثة أبو بكر وجثة عثمان عمر وجثمان السيدة عائشة ونطبق عليهم الحدود. فالمهم مقتدى بيقول لهم بقى لا، احنا حكاية ان الإمام في السرداب وهننتظر لما الإمام يرجع، انتوا بتضحكوا علينا، أنا قريب الإمام اللي في السرداب، سلموني. قالوا لا نسلمك، لا أنت ولا غيرك من أهل البيت. طيب هنا مقتدى الصدر في العراق، مين أعلى مرجع في العراق؟ من آية الله العظمى في العراق؟ السيستاني. طب السيستاني إيراني وليس من أهل البيت، ومقتدى من أهل البيت، وإيران رافضة تسلم، رافضين إنه يكون المرجع عراقي جنسية، رافضين إنه يكون عربي، رافضين يكون من أهل البيت من ذرية الحسن والحسين. فهنا يتضح لنا الصراع الذي يجري، لأنه صراع تكسير عظام، هو صراع جديد على الحكم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وهنا كتاب عن الدولة البويهية، هي اللي ألفت كل الكتب اللي بتتكلم إن الإمام في السرداب وإن أبو بكر ملعون وعمر ملعون وإلى آخره. يعني قبل الدولة البويهية كان التشيع سياسي، إنه أحفاد علي عاوزين يحكموا، لكن لا يقولون أبو بكر ملعون ولا عمر ملعون ولا الإمام في السرداب ولا الكلام ده. الدولة البويهية اللي اخترعت هذه الأساطير، لأن هي رفضت تسلم الحكم لأهل البيت. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. وهنا فهرس بفيديوهاتي على اليوتيوب، أرجو مشاهدتها متى في مجال التاريخ، ورابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.